اهلا بكل حبايبي متابعيني. عامله معاكم النهارده وصفه خفيفه جدا وطعمها خطير ويجنن. تتاكل كده في عشاء خفيف، او ممكن تتعمل كده في وجبه الغداء معاه بقى شويه رز شويه عيش محمص. هي بجميع حالاتها تجنن. شايفين شكلها ولا طعمها خطير؟ يلا بقى بينا اقول لكم على المقادير وطريقه التحضير. في حلة سخنة هنا على النار حطيت معلقة زبدة صغيرة ومعلقة زيت. هنزل بالبصل بتاعي حسب كمية اللحمة، سواء ربع كيلو أو نص كيلو. أنا هنا كده عاملة نص كيلو لحمة. أول ما البصل ما يدبل أنزل باللحمة، أول ما تغير لونها هنزل بالتوابل بتاعتي، شوية ملح وشوية فلفل وكاري وبابريكا. هقلب كويس جدا. خلاص بقى ادوار دخلت في السوا، شلت نص الكمية لأن طبعا الكمية كبيرة على الطاجن. حطيت طماطمايه متقطعة شرايح صغيرة ومعلقة صلصة كبيرة. اول ما تتسبك كده مع اللحمه هنزل بكوبايه مشروم، طبعا متنضف ومتقطع شرايح. خلاص كده هي اللحمه استوت مع المشروم، حطيت بقى شويه بقدونس وخلاص كده الحشو خلص. نيجي بقى هنا للبطاطس. عندي هنا بطاطس يعني مقطعاها ارفع شويه من البطاطس بتاعت الصينيه. خلاص رشه زيت وشويه ملح وفلفل، وهرصها رصه حلوه كده وهدخلها في الفرن. مش هحمرها، يعني بيبقى اخف شويه من ان هي تتحمر. خلاص ده شكلها بعد ما طلعت وكده البطاطس خلصت. هنيجي بقى لطبقه البشاميل. شويه زبده وزيت وثلاث معالق من الدقيق. اول ما يطلع ريحته كده هنزل باللبن بتاعي وانا بقلب. خلاص اول ما يتقل القوام بتاعه هنزل بالملح وبالفلفل ورشه جوز الطيب ومعلقتين قشطه بقى من وش اللبن، بتديله طعم ونكهه خطيره. خلاص كده البشاميل خلص. هنيجي بقى نركب الطبقات مع بعض. عندك بقى بايركس، عندك صينية، اي حاجة. حطيت معلقة بشاميل من تحت ورصيت البطاطس، وهنزل بقى دلوقتي بالحشو بتاعي، اللحمة المفرومة والمشروم وريحته خطيرة. طبقة بطاطس تانية، ويلا هنزل بقى بباقي كمية البشاميل. يلا هحط كله وهزوقه كده بشرايح فلفل اخضر وشرايح طماطم رفيعة خالص، وادخله بقى الفرن لمدة تقريبا ربع ساعة او 10 دقايق بالكتير. اول ما يبقبق بقى ويطلع الريحة الحلوة دي هفتح عليه الشواية، وده شكله بعد ما طلع. شايفين؟ يا ريتكم كنتوا شامين الريحة خطيرة يا جماعة. جربوا الطاجن ده وان شاء الله هيعجبكم. وحصري على قناتي سمسم وحبة البركة. باي باي.